اهلا اهلا. تعالوا نعمل احلى كنافه سهله وبسيطه وسريعه جدا بتدوب كده في البق. تعالوا النهارده نشوف خطواتنا الحلوه النهارده اتعملت ازاي. بس قبل ما نبتدي، انا مطبخ ست هانم لو لسه ما تعرفونيش. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. في البدايه انا هنا عامله كميه، يعني عامله صينيتين، واحده كبيره قوي والتانية متوسطه شويه، فجايبه كيلو ونص من الكنافه. طيب هحطها في الفريزر عشان تسهل عليا، وهتطلع من الفريزر اكسرها كده بسرعة بسرعة بسرعة، مش بتاخد اي توقيت خالص. طيب هنعمل الحشوة بتاعتنا. زي ما انا قلت لكم انا عاملة كمية كبيرة، فبالتالي هحط، انا عاملة 6 كوبايات لبن، فكوباية اللبن عليها معلقة ونص من الكاستر ومعلقة ونص من السكر. بس كده هترفعيها على النار وتحط شوية فانيليا وتقليب مستمر لحد ما يبقى معاك القوام بالشكل ده. الكنافة خطواتها مهمة، وده اهم حاجة لازم تاخدوا بالكم منها. السمنة بتاعتك هتبقى متسيحة كويس جدا جدا، وهتبتدي تحطيها على الكنافة. طيب النص كيلو بياخد 3/4 كوباية سمنة، تمام. طيب لو هو احتاج سمنة شوية هتحطيله لحد ما يوصل معاكي، هتقعدي تديري سمنة وهتغلفي الكنافة بيها كلها. نجاح الكنافة من ظبطة السمنة بتاعتك، لازم تاخدي بالك في الحتة دي. هتقعدي تغلفي كل حتة من الكنافة بالسمنة زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، والخطوات اللي انا موضحها لكم دلوقتي. كل الكمية انا عملتها واخدت مني سمنة مظبوطة خالص، وهقول لكم دلوقتي القوام او الشكل في الاخر السمنه بتبقى عامله ازاي، او شكل الكنافه بعد السمنه بتبقى عامله ازاي. تمسكي الكنافه كده تحسي ان هي خلاص شربت من السمنه. دي اهم خطوه في نجاح الكنافه بتاعتك، لو هي ساده او هي بالكاستر او هي بالمهلبيه او هي بالقشطه اي حاجه. هفرد دلوقتي، هاخد شويه، هفردها في الصينيه، وهقعد كده بايديا هضغط جامد جامد في الصينية لحد ما اخد السمك المظبوط اللي انا عايزاه. خلاص، لان انا لسه هحط الحشو، فهبتدي ضغطة جامد 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 لحد ما توصل للقوام كده او للشكل ده. بس كده بقت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، متساوية وجميلة جدا. جبت الكاسترد معايا اللي انا استعملته، ورجعت قلبته تاني. انتوا شايفين قد ايه قوامه كريمي. الكاستر يا جماعة ما ينفعش يبقى اتقل من كده، لان بيبقى بايخ جدا في الكنافة لو طلع اتقل من كده. كده ولا كده هو بيجمد شوية، بس ما يبقاش جامد قوي، يعني ما يبقاش تبقى تقيل. فانا المقادير اللي قلتها لكم في اول الفيديو دي مظبوطة جدا. بدأت احط الحشوة المناسبة ليا. ممكن تقللي الكاستر براحتك، ممكن تزوديه براحتك، دي ما فيهاش مشكلة. الخطوة التانية بتاعة طبقة الكنافة، هننزل بالكنافة حبة حبة كده ونفرد بالراحة، ما تقليش او ما تضغطيش جامد علشان ما تلاقيش الحشوة طلعت. بالراحة كده لحد ما فردتها خالص، وبايديكي كده بطراطيف ايديكي هتطبطبي زي على الصينية كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الصورة موضحة عن الكلام كمان، لحد ما تفرديها. سواء بقى ممكن بتحشيها شوكولاتة وبرضه تعملي كده، يعني اي حشوة بالطريقة دي لو هي حشوة سائلة شوية. هي كده ولا كده احنا مش عايزينها تمسك فيها، يعني تبقى ماسكة قوي، لا احنا عايزين نسويها بالشكل ده. وخلاص هتبتدي الفرن بتاعك. انا ما بحبش اسخن الفرن في الكنافة في الاول، بس لو انت حابة مش مشكلة، بس انا بسيب الكنافة اللي هتاخد راحتها خالص في السوا. هتحطيه على الرف الاوسط من الفرن وتسيبيها خالص براحتها لحد لما تستوي. هتفصل معاكي اول ما تحسي ان الكنافه فصلت كده من الجوانب، هي كده دخلت خلاص في السوي. تاخدي بقى بالك من السوي بتاعها. وبس كده. الخطوة التانية بتاعتنا سيرب الكنافة، 1.5 كوباية من السكر، 3/4 كوباية مية، عصرة ليمونة. هحطها على النار، وأول ما هيغلي هعد 7 دقايق وهطفي النار. وقبل ما اطفي النار احط حبة فانيليا. وبس كده، وتسيبيه خالص لما يبرد، وهتطلع الكنافة بالشكل التحفة ده. عايزة تقلبيها مفيش اي مشكلة،
طبق كبير بقى، قومي قلباها على الجهة التانية على الوش بقى بتاعها اللي هو تحت، هيبقى اللون الذهبي فظيع. بس انا ما قلبتهاش لان انا كنت مستعجله، اعذروني بقى في الخطوه دي. هتسيبيها بقى تبرد، هتاكليها سخنه بتبقى وهميه، تحفه تحفه تحفه، وطعمها بيبقى لذيذ وخطير خطير خطير. من احلى الكنافات اللي انت ممكن تجربيها في حياتك الكنافه بالكاسترد. تحفه وسهله وبسيطه، وطريقتها مش بتاخد اي وقت خالص. يلا نقطع بقى ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. شايفين شكلها؟ تحفة تحفة تحفة، وطالعة وهمية. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم طريقتي، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.